مرجعيه مسيحيه. كلنا في الهم شرق زي ما بيقولوا. فاحنا هذه الاسئله الصادمه يجب ان نسالها لانفسنا. احنا عايزين ايه؟ ما هو الاطار؟ هل نريد حريه نضيقها من خلال التشريع والممارسه اليوميه والعيب والعرف والتقاليد السائده في المجتمع؟ ام اننا لا اثق في نفسي مطلقا واريدها مقيده من الاصل؟ دي كلها امور لازم ان احنا نتفق عليها، لان اللي بيحصل في مصر دلوقتي دي مرحله تاريخيه فارقه في تاريخ مصر. فارقه تماما في تاريخ مصر، ويجب ان احنا نكون على قدر كبير جدا من المسؤوليه. يعني كل احترام لناس صاروا وتعذبوا وجاهدوا هم جماعه الاخوان المسلمين، كل احترام ليهم. انما الشعب وثق فيهم واداهم اغلبيه او اكثريه بالمصطلح الدقيق في البرلمان. ماذا كان يضيرهم لو ان اللجنه التاسيسيه اسست من كل اطياف المجتمع فعلا بدون سيطره؟ وتعالوا في البلد يعني، تعالوا لي بقى في البرلمان نشوف هنعمل ايه مع بعض، مين اللي هيمرر القوانين. فدي اسئله صادمه او